بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. شايفين بقى الشقاوة اللي معانا، والطبق بتاعنا الشهي، الشقاوة والشهي الاتنين مع بعض، والسلطات بتاعتنا. طبقنا النهارده حلو قوي وطعمه حلو قوي قوي، وكبار وصغير هيعشقوه، بنعشقه طبيعي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الفيديو بتاعنا. يلا بينا. طبعا هنا جايبين معانا طبق، بولة زي ما انت عايزة، بصلة كده او بصلتين مبشورين، في الكبة، في المبشرة، زي ما انت عايز. انا عايزة المية بتاعة البصل. معايا ملح، ومعايا فلفل، ومعايا مرقة، ومعايا شطة، ومعايا بابريكا. بس كده، بس كده. هبتدي بقى ان انا ادوب الخليط اللي معايا، واظبط الملح بتاعي كويس قوي. طبعا البهارات دي متاحة معايا في كل بيت. احنا ما غرضنا من القناة ان الاكل التوابل تبقى متواجدة. ما جبتش توابل من بره ولا اي حاجة. ملح وفلفل، مفيش مرقة، مفيش مشكلة، مفيش بابريكا، في شطة، كله ماشي. الشطة دي انت وراحتك بقى، ترجع لك تضيفي الكمية اللي هي مناسبة ليك. بس الاكلات السريعة او الاكلات الجاهزة بتعتمد اكتر على الشطة. تيست الشطه بيديها طعم حلو قوي. طبعا هنا معايا قطع من الكوردون بلو. ما انتش عارفه تعملي التقطيعه دي، تخلي الراجل بتاع الفراخ يعملها لك. هنا القطع اللي هي الصغيره، اللي هي الكلوة، او اللي هي الحته اللي بتبقى صغيره ما بين الفراخ كده، اللي هي تحت العظمه على طول. انا هنا عملتها قطع كده عشان اعملها بانيه. هنا كمان القطع دي لازما ان انا افردها الاول. التتبيله دي برضو حلوه، اعتمديها للبانيه. تتبيله حلوه وكويسه جدا. تعالوا بقى الاسترتش. طبعا هنا مش ظابط معايا خالص زي ما احنا شايفين مع بعض. انا هنا بحاول ان انا ادقها من جميع الاتجاهات، بس الاسترتش بصراحه ما كانش عاجبني تماما. تعالوا بقى نحط دي كده على جنب. انا بحاول برضو ان انا ادق بيها على اساس ان انا اوصل للغرض بتاعي. تعالوا نحطها على جنب، وتعالوا بقى نجيب كيس تلاجة كده حلو، ونبتدي بقى ان احنا ندق بقى براحتنا. طلعي غلك في القطعة اللي قدامك. شايفين الجمال؟ هنا كيس التلاجة ماله كيس التلاجة؟ لا اشتكى ولا بكى. هعمل كده قطع بقى الفراخ كلها زي ما احنا شايفين كده مع بعض. بتتفرد بطريقة سهلة وحلوة. وحاولي ان هي ما تبقاش رقيقة قوي، لا تبقى لا هي رقيقة ولا هي تخينة. هبتدي بقى ان انا اتبلها كده زي ما احنا شايفين مع بعض بطريقة حلوة وسهلة. واحنا قلنا التتبيلة دي تعتمديها للبانيه، للكوردون بلو، للحوم. حلوة قوي. طريقة سهلة وحلوة ومش مكلفة، زي ما احنا متعودين مع بعض. هسيبها بقى ساعتين، وتعالوا بقى نجهز السلطات بتاعتنا. طبعا انا حطيتها في التلاجة، هسيبها ساعتين بالظبط. انا مش هطول عليها. لو انت عايزه تسيبيها من بالليل ماشي، لو انت عايزه تسيبيها ساعتين زي ما انا سبتها ما فيهاش مشكله. طبعا شايفين كوبايه الشاي؟ مين عايز شاي؟ طبعا هنا انا بعدل القطعه اللي معايا. حطيت كده قطعه من اللانشون، لانشون بسطرمه. عايزه لانشون بسطرمه ماشي، لانشون ساده ماشي. ما فيش لانشون وفي جبن ما فيهاش مشكله. مش هنوقف نفسنا على حاجه. بس هي دي الطريقة الأصلية بتاع الكوردون بلو. في ناس كتير بتحبها بالجبنة، جبنة بس هي الطريقة الأصح والطريقة الأصلية بتاعتها هي الطريقة دي. هبتدي بقى ان انا الفها بطريقة حلوة. طبعا ما عندناش استرتش، يبقى فيه اكياس تلاجة. مش هنقول لا ولا هنوقف نفسنا على حاجة. هعمل معاكم كمان واحدة. شايفين الجمال؟ قطعة من الجبنة الشيدر، قطعة الأول من اللانشون، قطعة من الجبنة الشيدر، حبة كده حلوين من الجبنة الموزاريلا. وأهم حاجة في الحوار ده كله التقفيلة بتاع الكوردون بلو، عشان وانت بتسويه على البوتاجاز الحشو ما يخرجش منك. شايفين الحلاوة؟ أنا هنا بحاول ألم الجناب تماما، وكمان بحاول ان انا اجيب الكيس كمان عليها. احنا قلنا مفيش ورق استرتش في اكياس تلاجة. اكياس التلاجة موجودة ومتاحة.
شايفين انا بوريكم التقفيل ازاي. هكمل بقى الباقي ونرجع مع بعض. شايفين الجمال، لفيت كده القطع كاملة، والتتبيلة بتاع البانيه حطيتها في التلاجة. وتعالوا نعمل السلطات. طبعا الكوردون بلو في اللحظة دي انا ما حطيتوش في التلاجة، انا حطيته في الفريزر عشان عايزاه يبقى جامد وانا بستخدمه وعارفة ان انا استعمله. هنا علبتين من الزبادي، سلطة بتاعة الزبادي، علبتين من الزبادي، خيارة مبشورة، حبة شبت، فصين من الثوم. السلطة دي حلوة قوي. ربع كوباية من زيت الزيتون، ملح وفلفل. بس كده، بس كده. سلطة رائعة ومغذية جدا وطعمها شهي قوي قوي. اقلبها بقى تقليبة حلوة قوي 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 عشان كله يتجانس كده مع بعضه. طبعا هنا مش هتكتشفي تماما ان هي زبادي ولا حاجة، دوقيها وجربيها هتحبيها. طريقة حلوة وسهلة وحلوة قوي. الله على الجمال. شايفين الحلاوة؟ شايفين الحلاوة. هنا بصل بقى كده مقطعاه جوليان، وهحط عليه سماق، وكمان معلقتين من الكزبرة. طبعا هنا بقى ملح، وهبتدي ان انا افككه كده من بعضه عشان السماق مع البصل كله يتشرب كده مع بعضه. شايفين الشكل اصلا كمان حلو قوي، فما بالك بقى بالطعم. وهحط كمان حبة زيت زيتون، وهديله بقى تقليبة حلوة. شايفين الجمال؟ الله على الجمال يا جماعة والله. وهسيبه بقى على جنب. تعالوا بقى نعمل الصوص التاني، كاتشب ومايونيز. الصوص ده من الصوصات اللي احنا كلنا برضو بنحبها. انا بعشق الصوصات، المايونيز مع الكاتشب. وكمان ممكن لو عندك مستردة حط مستردة، ما عندكيش مستردة، انا في الوقت ده ما كانش عندي مستردة فحطيت كاتشب ومايونيز. الله على الحلاوة والجمال، كأنك انت قاعدة في مطعم بالظبط. هنا بقى معانا بيضتين، البياض والصفار، ومعانا دقيق، ومعانا بقسماط. هفك بقى الكوردون بلو. طبعا معايا متجمد، مش متجمد قوي بس متجمد ان انت تقدري تمسكيه وتتحكمي فيه. هحط بقى في البيض والبقسماط زي ما احنا شايفين كده مع بعض. طريقة سهلة وحلوة واكلة سريعة ووجبة شهية. تعالوا بقى نجيب طبق عشان احط فيه. هجيب قطعة تانية عشان اما اروح على الطاسة اعرف ان انا معايا القطع بتاعتي ان انا احطها في الطاسة على طول. هعمل كمان واحدة معاكم. والبيض، الدقيق الاول وبعدين البيض وبعدين البقسماط. في تريكة تانية ان انت ممكن تستغني عن البيض وتحطي مية، يعني دقيق مية بقسماط. انا بعملها في البانيه دقيق مية بقسماط. كده خلاص انا خلصت القطع اللي معايا. تعالوا بقى نروح على الزيت. طبعا زيت غزير. وهحط بقى طبعا لازم الزيت يبقى سخن، مش سخن قوي يعني، يبقى النار بتاعته انا عايزه النار وسط، عشان ما يستويش ما يتحرقش من بره ويبقى طري من جوه. فاهمين القطعه دي؟ والبانيه نفس القطع اهو. وهبتدي ان انا احط من الدقيق للبيض للبقسماط زي ما احنا شايفين مع بعض. طريقه سهله وحلوه. هنا بقى بنتي حبيبتي اللي بتعمل القطع زي ما انا بعمل بالظبط. شوفوا يا جماعه، انا مش قادره اقول لكم يعني انا بتمنى ان هم يبقوا احسن حاجه، بس هم عايزين يبقوا شفات زيي. شايفين الجمال بتعمل ازاي؟ هي بتتعمل بايديها. هنا بقى ابتدي ان انا اقلب. طبعا النار هنا وسط خالص، تبقى هاديه قوي قوي. وهبتدي ان انا اقلب الكوردون بلو. طبعا ما تفكش منك ولا اي حاجه. شايفين بقى طبعا البهدله. هنلم كل الليله دي. وتعالوا بقى ان احنا هنغرف بقى الاطباق بتاعتنا. طبعا غرفنا السلطه بتاع الزبادي. طبعا عملنا بطاطس. طبعا الاكله دي ما تحلاش الا بالبطاطس. مش هقول لكم بقى البطاطس بتتحمر ازاي، كلنا طبعا عارفينها.
البطاطس، معانا البصل، سلطة البصل وسلطة الزبادي والصوص كمان. طبعا بقى هتزين البصل معانا كمان بشرايح كده من زيت من الزيتون الاسود، او مش عايزة تزينيه ممكن تعمليه بحلقات من الطماطم. مش عايزة تعملي التركة دي ولا دي، سيبيه زي ما هو عادي مفيش مشكلة. شايفين بقى انا بجيب لكم الكاميرا من قريب عشان تشوفوا بس الجمال. الله على الحلاوة. السماق حلو قوي قوي ومفيد وحلو قوي وبيدي تيست حلو قوي مع البصل. كمان سلطة الزبادي بتاعتنا انا بجيبها لكم من قريب، شهية قوي 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 ومفيدة جدا جدا. فيها عناصر غذائية، زيت زيتون وزبادي وتوم وشبت. اكلة شهية من الاخر. تعالوا بقى نقدم الكوردون بلو. طبعا انا عايزه اسمعكم ان البانيه بيقرمش قرمشه ملهاش حد، حلو قوي. وكمان الكوردون بلو خلاص خرج بس هو سخن قوي، مش قادره ان انا اتحكم ان انا اقطعه. شايفين الجبنه بتسيح ازاي؟ انا عايزه اقطعه، بوريهولكم ان هو مستوي والحشو بتاعه حلو قوي قوي. انا هقطعه كده حلقات مدورة زي ما احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. شايفين الجمال؟ ونرصه بقى في الطبق بتاعنا. انا مش قادرة اقول لكم الطعم يا جماعة. شوفوا مكان ما انا كنت بقطع، احنا قاعدين بناكل مش بنقطع. شايفين بقى انا رصيته كده، قطعته نصاص وقطعته زي ما احنا شايفين كده حلقات عشان يبقى شكل سفرتك حلو وشهي. شايفين الجمال؟ الله على الجمال. طبعا بقى هو مش محتاج تزيين، انا مزيناه طبعا ومش محتاج تزيين. السلطة بتاعتنا، البطاطس بتاعتنا، الصوصات بتاعتنا، كل حاجة تمام. ومعانا بقى البانيه بتاعنا الرائع والمقرمش، وشايفين لونه حلو قوي ازاي. الله الله. اكلة شهية ومن الاكلات السريعة والوجبات السريعة السهلة والبسيطة. تعالوا اجيب لكم الكاميرا من قريب. شايفين الحشو والجبنة؟ الجبنة على فكرة كانت بتمط بس انا مش عارفة اجيبها لكم وهي بتمط. شايفين الجمال؟ الله على الحلاوة يا جماعة. أكلة سهلة وسريعة وشهية، مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود ولا وقفة كتير في المطبخ. أتمنى أن يكون الفيديو يكون عجبكم، وإن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو جاي.